السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا احلى متابعين؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير وصحة وسعادة دايما يا رب العالمين. النهارده بقى جايبه لكم كده حاجة جميلة جدا، وكلنا بنستخدمها اثناء المدارس وبنحبها وبنجيبها لاولادنا. هي مربى التين. زي ما انتم شايفين كده، ده موسم التين. فلو انت حابة يعني توفري وتعمليها من بيتك، هتبقى حاجة صحية وضمنها ونظافة بإيدك، وبنفس الوقت هتوفري منها كتير. ليه تشتري بطرمان أو بطرمانين، ما إنك ممكن تجيبي بالكيلو بالشكل دوت وتعملي كمية أكتر. زي ما انتم شايفين كده، طريقة سهلة جدا وبسيطة، بس الأهم منها إن انت تنضفيها كويس. زي ما انتم عارفين كده إن احنا في موسم الصيف، والفاكهة بتبقى فيها يعني حشرات دقيقة جدا، وممكن ان هي ما تشافش كويس. فاحنا هنا عشان نضمن ان الحاجة نظيفة وبشكل دوت، ان انت هتجيبي هنا الاناء اللي انت هتغسلي فيه الفاكهة، هتنقعيه هنا بخل ومية. ليه حطيت هنا خل؟ لان الخل ده بيطهر اي حاجة زي ما انتوا عارفين، وبنفس الوقت هيطرد اي حشرات موجودة جوه الفاكهة، وهتضمني ان انتي هتاكلي حاجة نظيفة، وتضمني ان انتي يعني حاجة ما يكونش فيها اي حاجة من الحشرات والكلام ده. هنقعها هنا، انا سبتها هنا بتاع 3 دقايق يعني مكترتش، بمية وخل. وبدأت ان انا امسك يعني ايه حباية حباية وكده، وغسلتها. وبعد كده بغير المية بتاعتها، او زي ما انتوا شايفين كده بغسل ايه حاجة حاجة، يعني ايه مش إن عشان اي حاجة واي اتربة بتبقى على الفاكهة، فلازما تغسلها كويس بمية وخل، او زي ما انتم شايفين كده، عشان تضمني صحة جيدة لأولادك. انا هنا طبعا في موسم الصيف زي ما انتم عارفين. طبعا برضو بيجي موسم المشمش او الفراولة. فانتوا لو حابين النوع مثلا المربى اللي انتوا بتحبوها، فممكن ان انتوا تجيبوا الحاجة بالموسم بتاعها، هتكون اوفر وهتعملوا منها كمية كبيرة. وبنفس الوقت ممكن ان انتوا تضيفوها باكياس او ببطرمانات بلاستيك، وبتحطوها بقلب الفريزر، بحيث بالاستخدام بتاعكم لما تعوزوا بتطلعوا بالكمية اللي انتوا محتاجينها، وهي جوه الفريزر بتفك ما بيجراش اي حاجة. زي ما انتم شايفين كده، انا هنا غيرت المية وبدأت ان انا اشطفها شطفة تانية زي بالشكل دوت، وضمنت ان الحاجة هنا نظيفة. بعد كده بصفي المية، وببدأ بقى ايه ان انا بوضب الفاكهة بتاعتي، اذا كانت فراولة او مشمش او تين بالشكل دوت. فبمسكها وبشيل منها الرؤوس اللي هي بتاعتها، وبقسمها بنصين بالشكل ده، علشان ما تاخدش وقت بالسليق، وبنفس الوقت اللي هي السكريات توصلها اكتر، او بالشكل دوت. بعد ما جهزتها وديك الكمية اللي انا طلعت منها، يعني ان انا وضبطها، يعني دي زوايد يعني مش محتاجاها. وهنا هبدأ ان انا اسلق. فطبعا هنا الكمية كانت المية كتيرة شوية، فيدوبت ان هي تغطي التين، يعني ما تكتروش كمية مية كتير. وتضيفوا السكر. انا هنا ضفت حوالي نص كيلو من السكر بالظبط. فلو انتوا حابين السكريات بتبقى زيادة فيها، فبتضيفوا حسب الكمية اللي انتوا حابينها. فانا حبيت هنا ان انا ما كترتش زيادة عن النص كيلو، يعني ممكن تضيفوا كيلو الا ربع سكر على الكمية دي. زي ما انتوا شايفين كده بقلب السكر فيه شوية، وبتبدأ ان هي تغلي. وبعد كده بشيل الغطا وبسيبها على نار هادية، بحيث ان هي بتتسلق، وبنفس الوقت بتتقل مع السكر. يعني ايه بتبقى بتتقل مع السكر، والمية دي كمية المية اللي فيها بتقل مع الغليان، اهو زي ما انتوا شايفين كده. فبديها تقلبتين، وبشوف لو في اي حاجات كده، يعني ايه زي ما انتوا شايفينها كده، بنقيها وبسيبها على نار هادية لحد ما توصل للقوام المطلوب دوت. زي ما انتوا شايفين كده بدأت ان هي تقلت معايا،
واتسلقت كويس جدا، وبقت التناية معايا زي المهروسة. وببدأ بقى ايه ان انا اضيف لها عصير الليمون. طبعا عصير الليمون ده من المواد الحافظة، او بتكسر سنة السكريات اللي في المربى. فبضيف هنا قد ليمونتين صغيرين، يعني حاجة ايه بسيطة جدا. وبعد كده بتاخد غلوة، وبعد كده بسيبها لما تبرد، وبديها فرمة كده بالخلاط او الكبة. وبعد كده بتبقى جاهزة معايا، وقوامها جاهز معايا. او زي ما انتوا شايفين كده، ده القوام بتاعها اللي هو التقيل، يعني اللهم بارك. كان قوامها كويس. طريقة سهلة جدا وبسيطة، ومش هتاخد منك وقت خالص. ان انت بس بتغسلي الفاكهة وبتسلقيها مع السكر، وبتبدأي بالاخر بتضيفي لها عصير ليمون، يعني قد ليمونة كبيرة او ليمونتين صغيرين، بحيث ان هي تديها مواد حافظة وتكسر السكريات اللي فيها. وبعد كده زي ما انتوا شايفين كده هفرمها بالكبة او الخلاط، لو انت عندك ما عندكيش يعني كبة اي حاجة مش. وحسب كمان الضغطة بتاعتك، يعني لو انت حابة تسيبي قطع مثلا في المربى، فما بتفرمهاش قوي. ولو انت حابة عاوزاها مثلا ناعمة وتتفرد معاكي بكل سهولة، فبتديها فرمة زيادة عن القوام بتاعها. ببدأ بقى هنا بجيب هنا ليمونتين، لان كانش عندي يعني متوفر الليمون، فجبت الليمونتين دول. فبدأت ان انا ايه اديها العصرة قبل الغلوة الاخيرة، وبعد كده بسيبها لما تبرد وبفرمها زي ما انتم شايفين كده. بديها ليمونتين عصرتين بس بساط كده، علشان تدينا الصلاحية بتاعتها كويس. بديها فرمة هنا بالكبة. انا عاوزاها الكريمي اللي هو الكريمي بالشكل دوت، اللي هي ناعمة تفرد معايا بكل سهولة بالشكل ده. وعاوزة اقول لكم ان هي كمان لما قعدت بالتلاجة تقلت اكتر من كده، يعني هنا عشان كانت لسه دافية، فتحسي ان القوام بتاعها يعني زي ما انتم شايفين كده، تحسي ان هي ايه يعني ايه سهلة معايا بالفرد بتاعها. بس هي لما حطيتها في التلاجة، لما دخلت التلاجة يعني تقلت شوية، هنا تحسي ان هي خفيفة شوية. او زي ما انتم شايفين كده بقت جاهزة معاكي. وتبدأ بقى ان انتي بتضيفيه ببطرمانات. قبل ما تضيفيها هنا بالبطرمانات، هتحضري معاكي البطرمانات الازاز لو هتحطيها في التلاجة، لان البطرمانات الازاز من البطرمانات الكويسة جدا، ان انتي ممكن تحطي فيها اي حاجة وما تأكسدش معاكي غير البطرمانات اللي هي البلاستيك. فلو انتي هتحطيها بالفريزر بكميات كتيرة، او مثلا هتعوزيها في وقت تاني فحسب الاحتياج، يعني لما تعوزيها، فالافضل ان انتي هتحطيها ببطرمانات بلاستيك لو هتضيفيها في قلب الفريزر. وهنا زي ما انتم شايفين بقت المربى جاهزة معايا. وما تنسوش بقى بالاشتراك واللايك وتفعيل الجرس وكومنت جميل منكم كده تشجيعا، عشان يوصل لكم كل جديد فضلا وليس امرا. وقولوا لي ايه رايكم في مربى التين. ولو عجبكم فيديو النهارده اكتبوا لي بتعليق جميل منكم، عشان ترفعوا من معنوياتي، واقدر ان انا اعمل معاكم وصفة جديدة لبكرة، وان شاء الله يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.